تعالوا نجرب نعمل كراميل ماكياتو بتاع ستاربكس. هنحتاج نجيب اسبريسو ولو مش موجود استخدم ايه ده، خلطة سمك جاهزة. استخدم نسكافيه بلاك، والفانيليا دي ب5 جنيه، وصوص الكراميل ده ب16 جنيه، او هات كيس هتلاقيه ب3 جنيه مثلا او حاجة، وطبعا لبن. Don't try this at home. واول حاجة هنحط على الاسبريسو 40 مللي مية او اقل من ربع كوباية. ممكن نستبدل الاسبريسو ده بنسكافيه بلاك عادي. هناخد مثلا بتاع معلقه ونص، دي الاسبريسو ودي النسكافيه البلاك، يعني هي تقريبا يعني. وهنحط 175 مللي لبن او حوالي كوباية لحاجة بسيطة مثلا. هو من المفترض التلج يبقى اكتر من كده، بس قشطه يعني. قبل ما نحط اللبن على التلج، المفروض ان في البتاع اللي هو الفانيليا السيرب ده، بس انا الصراحه يعني لقيته ب 207 جنيه فانا مش مضطر ان انا ابيع كليتي، خلاص انا هجيب البتاع ده وخلاص. ده جبته ب5 جنيه من عند عطار، فانيليا بتاع فانيليا سايبه. فانيليا ايه؟ فانيليا ميه، فانيليا سايله يعني. نحط حبه قد دول كده، يعني بتاع تلت معلقه مثلا. وحاليا بقى هنحط اللبن. يا لهوي يا جدعان، انا في حاجه نسيت اعملها، نسيت ازين الكوبايه بالبتاع ده. ثانيه نعمل ده في الكوبايه التانيه. سلام يا سلام. كفايه ولا ايه؟ كفايه كده كفايه. كوبايه عامله كده. طبعا احنا نسينا نعمل دي، فمش مشكله. وهنضيف هنا كمان لبن. وهنا بقى ايه، هنقلب تقليبه خفيفه كده عشان الفانيليا اللي احنا حطيناها دي تدوب في اللبن. ممكن بقى لو حد مثلا عايز يزود سكر، ممكن نزود مثلا على ده معلقه سكر هنا ونقلب. هنا احنا حاطين كراميل، فمش لازم بقى نحط سكر يعني. وبعدين هنضيف القهوة على اللبن، وهنستخدم المعلقة كده عشان يبقى يعني في فاصل في النص. نرش بقى البتاع ده على الوش. ويا جماعه هما بييجوا يعملوا، يعني بيعملوا ده لوحده وده لوحده، عشان في ناس تحب تشرب اللبن الاول بعد كده مثلا القهوه، او في ناس بتحب تقلبه على بعضه يعني. وده كده شكله النهائي. هو مش في جمدان ستاربكس، بس يعني قريب منه والله جدا. بجد طعمه جامد وواضح طبعا يعني. جربوه، ما تنسوش تقولوا لي رايكم، وما تنسوش بقى تعملوا فولو لايك للبيج لو الفيديو عجبكم، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود فوق لو حابين تعملوا فولو هناك. يلا سلام.